بعد الضربة الإسرائيلية على الدوحة، مصر أعلنت عن مناورات بحرية وجوية مع تركيا، واللي هتقام يوم 22 سبتمبر على الحدود الغربية لإسرائيل. بعدها السعودية جت وقالت لك احنا هنعمل اتفاقية دفاع مشترك مع الدولة النووية الوحيدة الإسلامية اللي هي باكستان، واتفقوا ان اي اعتداء هيحصل على اي دولة من الاثنين هيعتبر اعتداء على الدولة الثانية. بعدها شفنا مبادرة من خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي المقرب للشيخ محمد بن زايد، بيدعو فيها كل القادة العرب ان هم يقفلوا المجال الجوي العربي قدام الطيران الإسرائيلي اللي طياراتها رايحة جاية فوق الأجواء العربية وعمالة تكسب في الدول. يا جماعة نتنياهو اتجنن خلاص، في أسبوع واحد بعت طيارات قصفت اليمن ولبنان وسوريا وغزة وختمها بقطر. الراجل ما بقاش يهيب أي حد، عارف ان هو مهما ضرب محدش عارف يرد عليه، لدرجة ان بعد ضربة قطر خرج في الإعلام وقال ان الفترة الجاية إسرائيل هي هتكون سبارتا الشرق الأوسط. سبارتا دي اللي هي دولة اليونان قديما وجيشها كان بيهزم كل جيوش العالم. هنا بقى اللي قاعد وبيتفرج من بعيد وزير الدفاع الباكستاني، الراجل جاب اخره وخرج باخطر تصريح في القرن ال21، دعا فيه دول الشرق الاوسط وبالتحديد الدول الاسلاميه لتكوين حلف زي حلف شمال الاطلسي الناتو، بس يكون ناتو اسلامي عربي صرف. الحقيقه انا وقفت عند الخبر ده وقعدت اتخيل هو لو اتجمعت اقوى 10 دول اسلاميه عربيه زي مصر، السعوديه، باكستان، تركيا، إيران، أندونيسيا، المغرب، الجزائر، الإمارات، الأردن، وتأسس حلف عسكري إسلامي زي حلف الناتو. اسرح بخيالك كده معايا وشوف قوة ال10 دول دول لو اتجمعوا هتكون عاملة إزاي، وهل إسرائيل تقدر إنها تقف قدام الحلف ده حتى بمساعدة أمريكا؟ وتفتكر روسيا والصين ممكن تدعمه ولا هتقف ضده؟ وهل ممكن تتواجد قوة على الارض ممكن تفرقهم، ولا الانشقاق ممكن يجي من الداخل بسبب صراعات القاده بينهم وبين بعضهم؟ زي ما بيقول لك كده اتفق العرب على الا يتفقوا. اهو السيناريو ده كله هو اللي لخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. تخيل معايا ان اليومين اللي جايين دول اسرائيل اتجننت وقامت قصفت السعوديه بعد ما هي كانت لسه قصفه قطر، فتنعقد على طول بعديها قمه اسلاميه عربيه طارئه، بس المره دي مش للشجب والادانه والتنديد زي ما بنشوف كل مره. المره دي القاده العرب قعدوا واتفقوا ان هم لو سكتوا المره ديت اسرائيل هتكمل في بطشها وهتقصف باقي الدول زي مثلا الامارات، الاردن او تركيا. فالاول مره نشوف ان الكل بقى متفق على تكوين حلف دفاعي او عسكري مشترك يضم كل الجيوش الاسلاميه تحت رايه واحده، واي اعتداء على دوله من دول الاعضاء يعتبر عمل عدائي ضد الحلف كله وهيتم الرد عليه من الجيش العربي الموحد. الحلف ده هنقول ان هو بيضم اقوى 10 دول اسلاميه زي مصر، السعوديه، تركيا، باكستان، ايران، اندونيسيا، المغرب، الجزائر، الامارات، الاردن. تخيلوا معايا كده حلف عسكري اسلامي بيضم دوله نوويه، وبقيه الاعضاء الدول اللي فيه بتسيطر على اكتر من 25% من احتياط النفط في العالم كله، ويمتلك قوات وقدرات عسكريه تتفوق عن الدب الروسي. حد يقول لي ياه الدب الروسي حته واحده اللي امريكا بتترعب منه؟ يا صاحبي امال ايه؟ احنا والله لو اتحدنا بس يا جماعه نقدر نقف قدام التخين على الكوكب. يعني ده بيقول لك حتى في الاتحاد قوه. ولو جينا نبص كده على موقع جلوبال فاير باور، وده موقع بيرتب او بيصنف الدول على حسب القدره العسكريه لجيوشها، ونبص كده على اخر تصنيف نزل ل 2025 للجيوش العالم كلها وبالتحديد الجيوش العربيه، هتلاقي اول دوله اسلاميه هي تركيا في المركز الثامن عالميا باكثر من 355 الف جندي نشط و1000 دبابه و234 طياره حربيه مقاتله. 2 مصر في المركز ال15 باكثر من 440 الف جندي نشط و4000 دبابه واسطول بحري قوي من البحر الاحمر لحد البحر المتوسط. 3 السعوديه في المرتبه ال22، اهدي لوحدها عندها ميزانيه عسكريه باكثر من 75 مليار دور، غير 227 الف جندي نشط و500 مقاتله حربيه. 4 باكستان ودي ترتيبها السابع عالميا، معاها فوق ال 170 راس نووي و650 الف جندي نشط. 5 ايران هنلاقيها في المركز ال14 باكثر من 610 الف جندي نشط و2000 دبابه و4000 صاروخ باليستي عبر القارات يقدر يشيل رؤوس نوويه. 6 اندونيسيا دي جايه في المركز ال13 باكثر من 400 الف جندي نشط واسطول بحري ضخم في المحيط الهندي. انا مش محتاج اكمل لك باقي القدرات بتاعه الاربع دول التانيين، اهم السته دول لوحديهم معاهم قدرات بشريه لاكثر من 3.5 مليون جندي في الخدمه، يعني اكبر من الجيش الامريكي كله، وحوالي 10000 دبابه، يعني اكتر من القدره العسكريه بتاعه الصين، واكتر من 2500 طياره حربيه مقاتله، يعني ممكن تتفوق على سلاح الجو الروسي. ده غير بقى خد عندك القدرات البحريه، انت تقدر تسيطر على البحر الاحمر والمتوسط كلهم من اولها لاخرها. غير عندك ان باكستان وايران
دول يقدروا يسلحوا باقي الدول برؤوس نوويه، وبكده مصر لوحدها والجيش المصري يقدر يقف ند لند باسرائيل كقوه نوويه قصاد قوه نوويه. الحلف الاسلامي هيكون قوه ضاربه في المنطقه تقدر تسحق اسرائيل دي في دقائق. حتى امريكا مش هتقدر تحميها لانها هتكون متحاصره من كل الاتجاهات. عندك من على الغرب تركيا، من الجنوب الشرقي او الجنوب الغربي الحدود مع مصر، عندك الناحيه الثانيه الاردن، عندك الجنوب تحت السعوديه. حد كده هيطلع يقول لي يا عم سيبك من السيناريوهات التخيليه ديت اللي هي ما بتتحققش ودايما العرب اصلا ما بيتفقوش. اقول لك انت عندك حق، بس احنا وصلنا لمرحله البطش الاسرائيلي وصل يعني خلاص لخطوطه الحمراء. انت دلوقتي بقيت ممكن تصحى تاني يوم تلاقي في دوله عربيه مضروبه، ده بقى عادي. احنا وصلنا الليفل اللي هو لو ما اتحدناش دلوقتي او ما اتجمعناش اسرائيل هتاخدنا واحد ورا الثاني، بلد ورا الثانيه. ابتدت بلبنان دمرتها، دخلت دلوقتي على سوريا، بتدمر في اليمن، خربت غزه، ودلوقتي دخلت ضربت في ايران، بعدها ضربت في قطر. اسرائيل لحد دلوقتي ضربه 6 دول اسلاميه او عربيه، والادوار الجايه لو احنا فضلنا واقفين ومغميين عينينا الدور هيبقى علينا. انا مش بقول كده علشان تخاف او مثلا ان احنا جيش ضعيف الجيش المصري، بس لو انت لوحدك، لو يعني خلينا نحكي قصه ان انت في منطقه وانت عندك 22 اخ، انت كل يوم اخ من اخواتك دول في بلطجي بيجي يضربه، فانت بتقول عادي ده واحد، وصل لحد ان في 6 من اخواتك اتضربوا، فانت الدور جاي عليك، يعني جاي عليك. لو ما وقفتش انت واخواتك دول حتى 10 منكم اتجمعتوا ورحتوا ضربتوا البلطجي ده كل يوم يعني الفتوانه عنده بتزيد، البطش بتاعه بيزيد. كنت لسه متفرج على وثائقي لجولدا مائير رئيسة الوزراء الاسرائيليه بعد حرب اكتوبر كده، كانت بتقول في اليوم اللي احنا ضربنا فيه القدس انا ما عرفتش انام اليوم ده، كنت نايمه مرعوبه، مش عارفه انام، خايفه في اي لحظه ان العرب يتحدوا ويضربونا. لما جيت تاني يوم وصحيت لقيت ان مفيش اي رد فعل، وقتها اطمنت وبقينا او احنا والجيش نعمل اللي احنا عايزينه في المنطقه. ده اللي يدل على ان اسرائيل دلوقتي بتدي لك قنبله اختبار او كره اختبار كده او بالونه اختبار، تقوم تضرب قطر، تضرب اليمن، تضرب في سوريا، وتشوف رد الفعل العربي. لو ما لقيتش فيه رد فعل او حد واقف لها بتكمل. طب لو لقيت فيه رد فعل على الاقل البطش بتاعها هيقل ومواجهتنا معاهم هتتاجل شويه لقدام. ده اللي كنت عايز اكلمك فيه النهارده. لو وصلت بقى معانا لحد هنا ادعمنا بلايك واشتراك في القناه وفعلوا زرار الجرس، عايزين نوصل القناه دي ل 20,000 مشترك. سلام.